حين دحى الله الأرض وأجرى يد الخلق على الخليقة جعل فيها بلادا وذرأ فيها بشرا، ثم اصطفى الله من هذه البلاد بلادا ومن البشر بشرا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكانت مكة والمشاعر وطيبة الطيبة، وكان شاما منها بلاد الشام. واصطفى الله من البشر أنبياءه ورسله، وقضى لبلاد الشام حظا وافرا منهم، فجعل أرضها مدرج الأنبياء ومتنزل الوحي من السماء. هي أرض المحشر والمنشر. وحين يبعث الله المسيح ابن مريم في آخر الزمان لا ينزل إلا فيها عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. رواه مسلم. طوبى للشام، ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، إنها بلاد باركها الله بنص الكتاب والسنة، فهي ضئر الإسلام وحاضنته وعاصمته حينا من الدهر. سطرت على أرضها كثير من دواوين الإسلام، ودفن فيها جموع من الصحابة ومن علماء المسلمين. كم ذرفت على ثراها عيون العباد، وعقدت في أفيائها ألوية الجهاد، وسال على دفاترها بالعلوم مداد، وجرت على ثراها دماء الشهداء صحابة وأخيارا وأصفياء، وتداول الحكم فيها ملوك وسلاطين أضافوا للمجد مجدا وللعز عزا. كسرت على رباها حملات صليبية تقاطرت عليها 200 عام، قارب أعداد الجند فيها سكان بلاد الشام كلها. إذا عدت حضارات الإسلام ذكرت الشام، وإذا ذكر العلم والفضل والفتوح ذكرت الشام. هي أرض الأنبياء وموئل الأصفياء، وما زار النبي صلى الله عليه وسلم بلادا خارج الجزيرة إلا بلاد الشام. وفي آخر الزمان عندما تكون الملحمة الكبرى يكون فسطاط المسلمين ومجمع راياتهم بأرض الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، هي خير مساكن الناس يومئذ، كما أخرجه الطبراني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم دعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورة على الناس لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه الترمذي. فلم يلبثوا بعد رحيله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا حتى توجهت قلوبهم إلى الأرض التي باركها الله ووصى بها رسول الله، فخفقت إليها بيارق النصر، ورفرفت في روابيها ألوية الجهاد، وسطرت ملامح من نور، ونشر الإسلام رداءه على الشام تزجيه طلائع الإيمان، يتقدمهم خالد بن الوليد، وأبو عبيدة بن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، والقعقاع بن عمرو، وضرار بن الأزور، وفيهم 1000 صحابي، منهم 100 ممن شهد بدرا، وتوالى عليها الصحب الكرام. قال الوليد بن مسلم: دخلت الشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيون بعد طهر المدينة ترى نظرة الشام، ولا غرو، فقد اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ووصى بها الخلص من أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. قال ابن حوالة رضي الله عنه: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.
وصارت الشام عاصمة الإسلام. قامت فيها أول ممالك الإسلام وأعدل ملوك الإسلام، شع منها نور العلم، وبسط فيها رداء العدل، ونشرت فيها قيم الحق والحرية. وسطر المسلمون هنالك أروع الأمثلة في حسن الجوار وكرم التعامل مع الآخرين. وحفظ المسلمون لأهل الأديان ذممهم، وتركوا لهم مذاهبهم ومعابدهم، فعاش الناس في تسالم وأمان، أحرارا في أرضهم ومعتقدهم. ونالت الشام بركة العدل، فرغد عيشها ووفر رزقها، حتى قال عمر بن عبد العزيز وهو متربع على عرشها: انثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. وتكسرت على رباها جيوش التتر، وعلا فيها نور الإسلام وانتصر، حتى صار السائل يسأل ابن تيمية رحمه الله: هل المقام بالشام لظهور الإسلام بها أفضل أم بمكة والمدينة؟